مساء الخير عليكم، ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر. والحوار اللي انا راجعه بيه النهارده هيكون عن مديرك في الشغل. كل واحد طبعا لو بيشتغل بيبقى عنده مدير في الشغل. فانا هتكلم الاول عن النرويج. لما بيكون عندك مدير في الشغل في النرويج، اول حاجه بيعاملك باحترام، تاني حاجه بيعاملك على انك مهم في الشركه، تالت حاجه بيعاملك على انك زميل له في الشركه. اكيد طبعا في احترام ما بينك وما بينه، واكيد كل واحد عارف ايه مكانته، بس الاحترام موجود وده اهم حاجة. وطبعا بيعاملك على حسب القانون بيقول ايه. يعني ما ينفعش يزعق فيك، ما ينفعش يشخط فيك، ما ينفعش يكلمك بقلة احترام، ما ينفعش يهددك ان هو هيرفدك من الشغل، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. كل الحاجات دي ما تنفعش هنا. لكن عندنا في مصر انا سمعت حاجات كتير جدا. سمعت ان لما يكون مديرك في الشغل مش متفق معاك يزعق او يشتم او يعاملك بقلة احترام او حاجات كتير جدا مش كويسة. ودايما بيعاملك على اساس ان هو صاحب الشركة مش مدير. بس حتى هنا صاحب الشركة لو قابلته بيعاملك على انه واحد عادي، يعني بيعاملك على اساس ان هو بني ادم زيه وزيك. انت شغال في المهنة دي وهو كمان بيشتغل في الشركة، يعني هو صاحب الشركة بس بيشتغل في الشركة. لكن عندنا في مصر مش كده. عندنا في مصر الاهانة وعدم الاحترام، ولما يكون في مشكلة بتحصل في الشغل مش بيعالجوها باحترام. يعني مش بيعالجوها على اساس ان انت تيجي وتبقى عندك ميتنج وتقعد مع المدير ويكلمك ما بينك وما بينه. لكن عندنا هنا لو حصل اي مشكلة ما بينك وما بين المدير بتاعك، ما ينفعش ياخدها قدام زمايلك في الشغل. اول حاجة يعني ما ينفعش يتكلم فيها قدام زمايلك في الشغل، ما ينفعش يتكلم فيها قدام اي حد غير بس انت وهو. ولو المشكلة كبرت اكتر من كده بيجيبوا محامي او بيجيبوا حد مسؤول في الشركة يكون موجود في الميتنج عشان يبقى فيه شهاد، يعني يبقى فيه شاهد في الميتنج، ما يبقاش بس انت وهو. لكن انا سمعت كلام كتير جدا عندنا في مصر. سمعت ان انت لو حصل عندك مشكلة في الشغل المدير اول حاجة بيخش يهزقك قدام زمايلك، مفيش مشكلة. بيهددك بان هو يفصلك. حاجات كتير جدا مش المفروض ان هي تحصل، بس طبعا هي بتحصل في مصر. وان هما كمان في الشغل مش بيعلموهم حاجات كتير. يعني انت ممكن تكون انت ما عندكش المؤهل اللي انت تشتغل بيه في الحتة دي، اوكي مفيش مشكلة، انت ممكن تشتغل في اي شركة. هنا في ناس كتير قوي معهاش تعليم وممكن يشتغلوا في شركات، بس بيكون ان الشركة بتوديك كورسات معينة انك تبقى قادر ان انت تعمل شغلك. فالمسؤول الاول والاخير ان هو مديرك على شغلك، وعلى ان كل اللي حواليك يحترموك، وعن ان هو يحترمك. فطبعا اتمنى ان انا في يوم من الايام، دي حقيقي حاجة من فعلا انا خدت مني وقت طويل جدا بما ان انا بشتغل دلوقتي. بس انا طبعا ما بدأتش مديرة لما وصلت النرويج، بس انا دلوقتي في مكاني مديرة. وعندي ناس كتير شغالين معايا التيم بتاعي يعني. وخد مني وقت طويل جدا 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 لما جيت النرويج على اني اتعلم ان الطريقة اللي انت بتكلم اللي شغالين معاك بيها او مجموعتك، المجموعة اللي حواليك، او لما تكون مديرهم، بتكون طريقة مختلفة عن اللي عندنا في مصر. وحقيقي انا بشوفها كتير هنا. بشوف ان هم اللي جايين اللي هم مغتربين ويمسكوا منصب بيبقى جواهم الحتة اللي هم متعودين عليها في بلدهم، فبياخد وقت طويل جدا على ما انك تتغير. بس بيتغيروا في الاخر وبياخدوا على الوضع وبيبقى احسن طبعا، لان ده بالنسبة ليهم وبالنسبة للي شغالين تحت ايديهم وبالنسبة لزمايلهم اللي حواليهم في الشركة بيبقى انسب واحسن. فاتمنى من كل قلبي ان في يوم من الايام ان انا اشوف ده في مصر، ان انت لما تكون شغال في شركة مديرك يحترمك ويعاملك باحترام،
ولما يكون في حاجة هو عايز يتكلم معاك فيها ياخدك في أوضة انت وهو وتتكلموا ما بينك وما بينه والمشكلة تنحل هناك. وشكرا ليكم، واستنوني فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر.